السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كيفية تاع اليوم ان شاء الله راح نحضروا مع بعض خبز الدار بالسميد والفرينة. الخبز راح نديروه في الميكسور وراح نتحصل على نتيجة رائعة راح تشوفوها معايا. اول مرة تزوروا القناة ندعوها للاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلها كل ما هو جديد. حفيكم كامل ونتمنى لكم مشاهدة طيبة للفيديو. وعلى بركة الله في مقادير هاد الوصفة. كأول خطوة راح نديرها في هاد الخبز. عندي هنايا كيلت انا بهاد البول. عندي هنايا غرفية وحدة نتاع سميد رطب، يعني يكون سميد من النوعية الجيدة. ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح. عندي ايضا ملعقة كبيرة ونصف خميرة الخبز. الماء راح نكيل منه، يعني بهداك البول راح ندير عبر وربع، يعني ندير بول وربع تاع ماء. كما قلت لكم بنفس الكيل اللي كيلت به السميد نكيل هكذا عبرة واحدة، ونزيد حوالي ربع. ندير هذيك خميرة الخبز والملح والسكر، نخلطهم جيدا بالفوي، ونضيف هذاك البول تاع السميد. يكون السميد رطب الخاص بالخبز من النوعية الجيدة. راح نحط هذا الخليط في الميكسور ونميكسيه جيدا حوالي دقيقتين ولا 3. بعد ما ميكسيت هذاك الخليط نعاود نرجعو للريسيبيون تاعو بهذا الشكل. في المرحلة الثانية راح نضيف له حوالي 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع زيت. عندي بيضة كاملة، نخلط هادو جيدا حتى يمتزج الخليط. وبنفس الغرفية اللي كيلت بها السميد ندير غرفية تاع فرينة ونخلط بالفوي. يعني هاد الخبز ما تستعمليش كامل فيه يدك ويجي كأنه مدلوك يعني، ويجي خفيف والبنة نتاعو هايله. نخبطو هكذا بالفوي، نخبطو بهذا الشكل حتى نتحصل على قوام يكون رطب تاع العجينه بهذا الشكل. شوفوا القوام نتاعها، يعني ما تكونش العجينه يابسه، تكون مطلوقه باش يجيكم الخبز شباب. الان راح نغطي الخليط نتاعي هكذا ونخليه حتى يخمر ويضاعف الحجم نتاعو. هنا باش يخمر حطوه في مكان يكون شويه دافي، راح يديلكم حوالي نصف ساعه وراح يضاعف الحجم نتاع العجينه. الان بعد ما اختمر لي هذا الخبز شوفوا يعني ضاعف الحجم نتاعو هنا بالاستعانه بالزيت، لانه العجينه بزاف خفيفه وراح تكون تتلصق في الايدي. نستعين بالزيت ونهبط لها الخميره بهذا الشكل. شوفوا العجينه شحال خفيفه، يعني تحصلوا على خبز رائع. الفرن تاعي راني شعلته يسخن على 200 درجه. نجيب صينيه كنت سبق ودهنتها بالزيت وغبرتها بالفرينه، راح ننزل فيها العجينه هذه. شوفوا العجينه ما تكونش يابسه، هاد الحاجه ضروريه. بالاستعانه بالزيت نبقى نوزع في هذاك العجين على مستوى الصينيه. ما تخشنوش لانه فيه الخميره وراح يزيد يطلع من بعد اكثر، وما ترقوهش بزاف باش ما يجيكمش يابس. نواصل نخبزه جيدا في الصينيه ونرجع لكم ان شاء الله فيما بعد. بعد ما خبزت الخبز نتاعي جيدا عندي هنايا بيضه كامله درت لها من نصف ملعقه صغيره من نسكافيه. راح ندهن كامل الوجه تاع الخبز نتاعي بهذا البيض والنسكافيه باش يدي لي لون شباب كي ندخلو يطيب. هنا كتزيين راح ندير له السانوج وراح نغطيه ونخليه حتى يخمر ويضاعف الحجم نتاعو. كي يخمر مليح مليح باش ندخلو يطيب من الاسفل جيدا على فرن 200 درجه. كي يطيب من الاسفل من تحت جيدا نشعلو يحمر من الفوق.
الخبز تاعي بعد ما طاب وخليته برد شويه، بعد ما خرجته قلبته هكذا فوق سيرفيات، راح نقلبو على الوجه نتاعو. شوفوا النتيجه يعني رائع. نقطع امامكم هذا الخبز، شوفوا يعني يجي كيما ليبونج، خفيف وبنين. شوفوا يعني ترافقوه مع الشوربه في رمضان. ها هو عن قرب يعني بعد ما قطعتوا القطع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. الان ها هو الخبز نتاعي بعد ما حطيته في الباني، يعني جا بزاف شباب. انا صراحه عجبني بزاف ونحب حاجه تاع السميد بزاف، يعني مع السميد بالسميد والفرينه يعني يجيكم تحفه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. خلوا لي رايكم في التعليقات. ها هو عن قرب يعني يجي كيما ليبونج. اذا عجبتكم الكيفيه تاع اليوم عليكم غير ديروا لي جيم والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. جربوه وخلوا لي النتيجه نتاعكم في التعليقات. شاركوني بارائكم وايضا بوصفاتكم. لان نبقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.